السلام عليكم، اسعد الله اوقاتكم بكل خير متابعينا على اليوتيوب. راح احكي عن عطرين من روبروكا جميلات جدا. هما بنت هاوس من روبروكا. هذا الاول اسمه لارفوتو، والثاني اسمه فيرساي. فيرساي على اسم قصر فيرساي في باريس. العطور جميل جدا. طبعا راح احكي عنهم بشكل مختصر سريع، مش راح اشرح النوتة. آه عطر اول عطر هو بنت هاوس فيرساي. بهذا الشكل الجميل، بطريقة مبتكرة وجميل جدا. زجاجة مكسوة بالجلد، مرصع عليها أو محفور عليها الأحرف بنت هاوس. آه، عبوة جميل جدا. وهذا الكاب. العطر هذا إكلون ومحاكاة لعطر بكرات روج مايسن فرانس كاركاديجيان، نسخة الإكسترات دي بارفام، اللي هي لونها الأحمر غامق. وأيضا في لمسات من عطر توماس كوسمالا رقم 4. طبعا نقاء المكونات فيه جميل. طبعا هو العطر بيرتكز على النوتات اللي هي العنبرية، النوتات الخشبية السويتية. بتستمفي رائحة السكر المحروق، رائحة غزل البنات، حلوى غزل البنات. جميل. طبعا العطر يونيسكس، بينفع للجنسين وأداؤه قوي. تقريبا أداؤه متشابه مع عطر توماس كوسمال رقم 4. وطبعا العطر نقي، يعني نقاء المكونات فيه جميل، مش مزعج ومش صناعي، وبنصحكم في تجربته. العطر الثاني هو الرجالي، لارفوتو، بنت هاوس لارفوتو من روبروكا. طبعا سبق قلت لكم انه روبروكا هي احد خطوط انتاج شركة افنان. آه، نفس الانبلاج، نفس العبوة، لكن هذا اللون الجلد اسود. هذا كلون ومحاكاة لعطر توكسيدو. توكسيدو من ايف سان لوران. عطر خاص خلينا نحكي للملابس الرسمية، للحفلات، يعني اذا بدك عطر مميز في مناسبة رسمية، عليك بعطر بنت هاوس لارفوتو. أداؤه جميل جدا. نسبة التطابق مع توكسيدو تتعدى تقريبا 90% بشكل جميل. والنوتة طبعا هي ترتكز أكثر شيء على التوابل. يعطيكم ألف عافية ودمتم بخير.